اهلا بكل حبايبي المتابعين. عامله معاكم النهارده طاجن مكرونه بالجمبري والوايت صوص. حاجه كده خطيره. شايفين جماله؟ تحفه. بسيط جدا ومش هياخد معانا وقت نهائي. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. في طاسه هنا على النار حطيت معلقه من الزبده. تمام كده. تسيح بس كده وهنزل عليها ببصلايه مقطعاها صغير. بصلايه صغنونه كده. هشوحها بس كده يا دوبك تدبل، مش عايزه اديها لون خالص. خلاص وصلت للمرحلة دي هنزل عليها بفص توم مفروم وبرده ريحته تطلع كده. وهاجي بقى هنا الجمبري معايا. ربع كيلو من الجمبري او الكمية طبعا اللي انت محتاجاها براحتك. انا غسلاه كويس وشايلة الكيس الرملي ومقطعاه نصين كده. هنزل بقى عليه بالبصل والثوم وهشوحه برضو تشويحة كده لحد ما لونه ما يغير. بس مش هخليه كتير على النار علشان ما يجلدش. الجمبري يا جماعة بيستوي بسرعة جدا. حطيت رشة ملح ورشة فلفل. هوسع كده مكانه وهنزل بمعلقتين من الدقيق. هقلبهم كويس كده يا دوبك بس الدقيق ياخد تشويحة. وهنزل بقى عليه بكوباية من اللبن. كوباية من اللبن بكده فيها بقى حتة قشطة، او لو عندك حتة قشطة من الفريزر اللي بتشيلها من وش اللبن برضو تبقى حلوة جدا. ممكن مثلا نص كوباية كريمة لباني لو عندك. انا اللي كان عندي المتاح اللبن بحتة القشطة دي. خلاص حطيته بقى، زودت كوباية لبن كمان وقلبت تقليبة كويسة. وهسيبها بقى تغلي غلوة كده. حطيت رشة فلفل ورشة جوز الطيب بتفرق جدا في طعم الطاجن يا جماعة. هقلب تقليبة لحد ما الصوص يتقل شوية. هنا كان عندي شوية جبنة موتزاريلا، ما عندكيش ما تحطيش براحتك، بس بتديها طعم حلو. حطيت كده رشتين. وبعد كده بقى هنزل بالمكرونة بتاعتي. شايفين بقى الصوص تقل ازاي؟ هنا مكرونة مسلوقة، انا استخدمت اقلام، عايزة سباكيتي عايزة مقصوصة براحتك. هقلبها بقى تقليبة يا دوبك تاخد غلوة. اخر حاجة خالص هحط شوية شبت، برضو بيبقى حلو جدا جدا مع الجمبري والمكرونة، بيبقى طعمه خطير. خلاص هقلبها تقليبة كده. وهاجي بقى هنا للطاجن بتاعي او البايركس، اي حاجة عندك حطي فيها. هغرف بقى الطبق بتاعي، وممكن تستكفي لحد هنا، يعني لحد هنا كده تغرفي وتاكلي. انا اديت تكة كمان من عندي كده شوية جبنة موتزاريلا من على الوش. ودخلته بقى الفرن ياخد لون حلو. اهو شايفين، هدخله بقى الفرن ويطلع بالحلاوة والجمال اللي انتوا شايفينه ده. وجربوه وطعمه خطير يا جماعة، وبألف هنا وشفا. حتة شبت كده ونص ليمونة وبألف هنا. لايك وشير.